اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى أهله وأصحابه أجمعين. هنعمل معانا النهاردة فطيرة بحشوة مختلفة وشكلها مختلف زي ما انتم شايفين كده. الفطيرة طالعة معانا العجينة هشة وقطنية، أو ممكن تسميها فطيرة الكفتة. الكمية دي كلها احنا عملناها بكام صبح كفتة كانوا فاضلين عندنا. طبعا ممكن تعمليها الغدا، ممكن تعمليها كمان لعشاء أو فطار، مش هتقول لأ. ممكن تعمليها الغدا كمان تبقى في منتهى الجمال، وتحمري جنبها طبق بطاطس، وهتبقى غدوة في منتهى الجمال وولادك هيحبوها. أول حاجة معايا قطعة خميرة، نزلت عليها بمعلقة كبيرة سكر، دي المقادير بتاعتها. وهنزل عليها ببيضة، وهنزل عليها بمعلقة كبيرة خل، طبعا عشان زفرت البيض، والخل كمان يعتبر محسن للخبز. هدوب الخميرة مع السكر مع البيض مع الخل، وهنزل عليها بمعلقة كبيرة سمنة، أنا بنزل بكل المقادير على بعضها. وهنزل عليها ب3 معالق كبار زيت، ونزلت كده عليها بمعلقة صغيرة ملح. هبدأ أنزل عليها بكوبايتين لبن دافي، ادي أول كوباية، وادي الكوباية التانية. طبعا أنا بستعمل مج الشاي الموجود في كل بيت. كده خلاص انا نزلت بكل المقادير السايله، وبتاكد ان كل حاجه دابت مع بعضها. هبدا انزل عليها بقى بالدقيق لحد العجينه بتاعت الفطيره ما تلم معانا. طبعا انا بنزل بالدقيق شويه شويه، عشان طبعا مش محتاجه لا ازود سوائل تاني ولا ازود حاجه، انا عايزه العجينه تلم بمقاديرها. كده خلاص العجينه بعد ما لمت، اخدت معايا تقريبا حوالي نص كيلو دقيق ومعلقتين كده. طبعا دول 70 كفته كانوا فاضلين، ودول شويه زيتون، اي حاجه موجوده عندك في التلاجة اي حشو، ودول شويه فلفل الوان، وده جبنه رومي على جبنه موتزاريلا. طبعا الحشوه دي انت ممكن تحشيها اي حاجه، ممكن تحشيها جبن، بس ممكن تحشيها بسطرمه، ممكن تحشيها لانشو. طبعا الكفته انا همسكها اقطعها كلها بالسكينه قطع صغيره زي ما انت شايفه كده. والفلفل طبعا احنا خرطناه قطع صغيره، والزيتون برضو مقطعين. هخلص كل كميه الكفته زي ما انتوا شفتوا كده على العجينه ما تكون خمرت. هنا طبعا العجينه خمرت معانا. هبدا اخدها وابدا افردها بقى عجينه كبيره كلها. حاولي تفرديها على هيئه مستطيل على قد ما تقدري. كده انا بحاول افردها. احنا عايزينها تكون عجينه متوسطه مش تخينه. عايزينها نفردها لحد نص سنتي كده، يبقى سمكها حوالي نص سنتي. دي العجينه خلاص بعد ما فردتها. هبدأ بقى انزل عليها بالكفته او اي حشوه انت حابه تحشيها. انا هعمل الحشوه في نص العجينه،
او في حوالي 3/4 تقريبا زي ما انتوا شايفين كده. طبعا صباعين الكفته دول لوحدهم ما كانوش هيعملوا حاجه، لكن لما تدخليهم في حاجه معجنات زي دي هتكفيكوا، هتكفي اسره ممكن مكونه من 4 أو 5 افراد، وطعمها جميل كمان. كده هبدا انزل عليها بالفلفل، حاولي توزعيه عليها. هبدا انزل برضو عليها بشرايح الزيتون، زيتون اسود، زيتون اخضر، اي زيتون موجود عندي. وهنزل عليها برضو بميكس الجبن. طبعا الفطيره دي حجم عائلي، يعني تكفي اسره كلها، وكمان ممكن تنفع للمدرسه. حاولي تلفيها كده بالراحه زي ما بلفها، هتلفيها معاكي زي الرو. وهتبداي بقى تعملي شرايح في الجزء اللي احنا سيبناه ده من غير حشو. كده خلاص انا قطعتها. هبدأ بقى اكمل اللف بتاعها، عشان الشرايح طبعا بعد ما تخمر ونخبزها هتفتح معانا، وهتدي منظر مختلف للفطيرة اللي انت عاملاها. طبعا حاولي تلفيها عشان تحطيها في الصينية. طبعا الصينية احنا دهنينها دهنة زيت ورشينها بالدقيق. حاولي تخليها معاكي في نص الصينية. كده خلاص هي خلصت. هبدأ بقى اسيبها حوالي نص ساعة لحد ما تخمر. احنا عايزينها تخمر معانا شوية لانها كمان هتخمر كمان في الفرن. وده شكلها بعد ما خمرت معانا. هعمل لها بيضة بقى وادهن وشها. طبعا انت لو بتحبيش البيض ممكن تدهنيها لبن. ممكن تحط على البيض ده معلقة نسكافيه او رشة فلفل او ممكن رشة فانيليا. كده خلاص دخلتها الفرن على نار متوسطة. اخدت معايا حوالي نص ساعة. وده شكلها بعد ما طلعت معايا من الفرن. طبعا انا قلبتها من الصينية، طالعة معايا دهبي من فوق ودهبي من تحت. هبدأ اقطع لكم حتة منها عشان تشوفوها معايا من جوه. وطبعا العجينة مستوية زي ما انتوا شايفينها كده، والحشوة سايحة جواها. طبعا الحشوة لفة في جميع العجينة، في جميع الفطيرة بتاعتنا. شايفين الفطيرة طالعة معانا قطنية ازاي، وريحتها طالعة في منتهى الجمال، وكمان هشة معانا. وكده نعتبر عملنا غدا خفيف وبسيط من حاجات كانت موجودة عندنا، لو هي لوحدها مش هتنفع في الغدا. ويا رب الطريقة تكون سهلة وبسيطة وتجربوها، وما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم منه كل جديد. ما تنسوش اللايك والشير سبسكرايب وكومنت وشير عشان وصلوا أكتر من 1,000,000 لايك. وانتوا ده حبايبي، باي باي.